حقيقي بجد ما كناش نتخيل ان منتخب مصر بيقدر يعمل احلى افلام هندي الواحد ما يتخيلهاش في بطولة كاس العالم للشباب. لو كان حد بص على السيناريو اللي مشي بيه منتخب مصر من المباراة الاولى قصاد اليابان وخسارته بنتيجة 2-0 وبعدها يخسر من نيوزيلندا في مباراة يعني احنا نفوز بيها واحنا مغمضين عينينا، ويحصل اللي حصل من شوية ونفوز على تشيلي صاحبة الارض والبلد اللي بتنظم البطولة. لو احنا كنا يعني راسمين سيناريو زي ده، لو احنا يعني حد كان بيتوقع ان في سيناريو زي ده ممكن يحصل، كنا هنقول عليه ان عقله طار بجد. يعني حقيقي بجد منتخب مصر بكل لعيبته ومعاهم اسامه نبيه اللي هو النسخة الكسر من هيكتور كوبر عملوا فيلم هندي ما حصلش، فيلم هندي بجد يعني الواحد ما كانش يتخيله. نتمنى ان منتخب مصر يعني مش هنقول بقى ان هو يعني يطوي الاخطاء اللي هو بيعملها ويحاول يعمل اداء كويس الى حد ما ويثبت على الاداء اللي كان عليه النهارده قصاد تشيلي. نتمنى ان منتخب مصر يعمل اداء كويس في قادم المباريات في كاس العالم للشباب بداية من دور ال16. نتمنى ده، بس حقيقي بجد حرام والله بالمنظر اللي احنا كنا عليه النهارده قصاد تشيلي. احنا كنا نطلع متصدرين المجموعة واحنا مغمضين عينينا، لكن يلا الحمد لله ان احنا قدرنا نتأهل لدور ال16. لكن ما ننساش النهارده رجالة فلسطين والحركة الدبلوماسية الذكية والحركة اللي فيها داهية سياسية على اعلى مستوى، فيها دهاء سياسي حرفيا على اعلى مستوى. بجد كل التحية لفلسطين ولرجالة فلسطين.